السلام عليكم. النهارده هنتكلم يا عزيزي عن علامات مهمه جدا، لو ظهرت عندك يبقى لازم تاخد بالك، لانها ممكن تكون مؤشر ان الهارد بدا يبوظ او ان في مشكله ممكن تكبر مع الوقت. لو لاحظت اي علامه من اللي هنتكلم عنها دلوقتي يا ريت بسرعه تعمل نسخه احتياطيه من ملفاتك المهمه. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل اللايك المتين وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. اول علامه، الجهاز بقى بطيء بشكل مفاجئ. لو جهازك كان شغال بشكل طبيعي وفجاه بقى ياخد وقت طويل عشان يفتح الويندوز او البرامج او حتى الملفات العاديه، فده ممكن يكون سبب وجود مشكله في الهارد، خصوصا لو البطء ده بيزيد يوم بعد يوم من غير سبب واضح. كتير من الناس بتفتكر ان المشكله بتكون في الويندوز، لكن في الغالب السبب الحقيقي بيكون في الهارد. العلامه الثانيه يا صديقي، تهنيج او توقف الهارد بشكل مفاجئ وانت بتنقل ملفاتك من مكان للتاني. يعني لو جيت تنقل ملفات كبيره او تنسخ مجموعه من الصور وفجاه الجهاز وقف او هنج بشكل غريب، فهنا لازم تاخد بالك، لان الهارد السليم بيقرا ويكتب الملفات بشكل طبيعي، لكن لما يبدا يحصل تلف في بعض القطاعات او بعض اجزاء الهارد، عمليه النقل بتكون بطيئه جدا وممكن تتوقف فجاه. العلامه الثالثه، ظهور رساله خطا اثناء فتح الملفات. يعني مثلا ملف كنت بتفتحه كل يوم عادي جدا وفجاه بقت تظهر رساله تقول لك ان الملف تالف او غير قابل للقراءه، او صوره مش راضيه تفتح معاك، او فيديو بيقف في نص التشغيل. اهي دي بقى يا صديقي من العلامات المشهوره جدا اللي بتقول لك ان الهارد فيه مشكله كبيره زي الباد سيك. وطبعا كل ما المشكله بتكبر عدد الملفات البايظه هيزيد. العلامه الرابعه، سماع اصوات غريبه من الهارد. لو بدات تسمع صوت تكتكه متكرره او صوت نقر او صوت طقطقه غريبه جايه من الهارد، فدي من اخطر العلامات، لان الاصوات دي احيانا بتكون ناتجه عن مشكله ميكانيكيه داخل الهارد نفسه. ولو وصلت للمرحله دي يبقى لازم تنقل ملفاتك المهمه بسرعه، لان الهارد ممكن يتوقف فجاه عن العمل في اي وقت. يا لهوي يا لهوي. العلامه الخامسه يا عزيزي، الشاشه الزرقاء او اعاده التشغيل المتكرره بدون سبب. لو الجهاز بدا يعمل معاك ريستارت لوحده او تظهر الشاشه الزرقاء بشكل متكرر من غير سبب واضح، فممكن الهارد هو اللي يكون فيه مشكله. طبعا الشاشه الزرقاء ليها اكتر من سبب، لكن لو ظهرت مع العلامات اللي احنا اتكلمنا عنها يبقى لازم تشك في الهارد وتعمل له فحص. طيب ازاي تتاكد من الموضوع ده؟ في برامج مجانيه كتير يا عزيزي تقدر من خلالها تعرف حاله الهارد وتفحصه. ولو البرنامج ظهر فيه تحذيرات او حاله الهارد مش كويسه يبقى لازم فورا تنقل ملفاتك. وفي النهايه يا عزيزي، اخطر غلطه ممكن تعملها هي انك تكبر دماغك عن العلامات دي وتقول ان الهارد لسه شغال عادي، لان الهارد غالبا بيديك العلامات دي قبل ما يبوظ بالكامل. ولو ضاعت ملفاتك استرجاعها بيكون صعب ومكلف جدا. بس كده يا صديقي، اكتب لي في التعليقات لو واجهت اي علامه من اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه. سلام.